قلنا مفيش في الإسلام حاجة اسمها أزهر، مفيش حاجة اسمها مؤسسة دينية، مفيش حاجة اسمها دكتوراه في الدين والشريعة وكامل فارغ وقلة الأدب ويلبس العمة ويعمل نفسه عليا شيخ من وهو صغير وهو أصلا ما بيعرفش يقرا قرآن، بيلحن في القرآن وبيقبض مرتب عشان يقول قرآن. وبعدين شيخ الأزهر ده لو راجل محترم كان ساب صالح أبو خليل اللي هو قاعد في الشرقية بيقول أنا العروة الوثقى، أنا سفير نبي الله في مصر، ومن لم يتبعني لن يدخل الجنة واللي تبعني هيدخل الجنة. ده واحد بيقول كده. ده طريق الشيخ طريق الشيخ شيخ الطريقة الخليلية. ايه الخليلية؟ بيقول لك ده الراجل ده جده من ابوه للحسين وجده من امه للحسن، وقسما بالله يا باهي لو بصيت انت راجل قمر يعني، لو بصيت على صورة الخول ده تعرف ان ده ملوش علاقة بالحسن والحسين. دول كانوا سبطاء النبي صلى الله عليه وسلم. ده كانوا، ده سيدة شباب اهل الجنة، وكان قمرين قمرين يعني، اللي هو النساء الأمة كلها كان نفسهم يتجوزوهم. إنما تبص على الراجل ده تحس أعوذ بالله غضب الله باين على وشه. يقول لك ده من نسل النبي. يا حبيبي حتى لو أنت من نسل النبي تشرفنا، ولا فرقت حاجة، لأن الدين بتاعنا مش بالتوريث، إحنا مش شيعة. الدين بتاعنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والدين بتاعنا علمنا إن في أنبياء زي سيدنا نوح ابنه راح النار، ده عم النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه اللي رباه اللي خد باله منه لحد اللحظة الأخيرة. سيدنا محمد بيقول قول بس حتى لا إله إلا الله عشان بس أشفع بها لك عند ربي، مرضاش، ففي النار. فما عندناش إحنا جو الرهبانة ده، مش جو حاجة الإمام الأكبر. أكبر إزاي يعني؟ يعني أنت مش عيب يعني على دقنك دي يا عم الإمام الأكبر أنت؟ يا قمة في الزهد والتواضع. الراجل على فكرة في حتة كده نظيفة أنا أحترمها فيه، اللي هو إيه، الراجل ده على فكرة مأجر لحد النهاردة شقة، يعني ده لا يملك. خلي بالك شيخ الأزهر ده لما بيروح مثلا الإمارات بيعاملوه معاملة الرؤساء، ومع ذلك هو لا يملك الفلوس. سامعني يا محمد؟ لا يملك الفلوس انه يشتري شقه. ده معناه ايه؟ انه على فكره هو بيدور على الحقيقه، بيدور على الحقيقه، وان هو بيحاول يبقى نظيف اليد عشان هو خايف من ربنا، لانه غير كده يبقى قاعد في الفيلا زي سيد بيه اوكي، سيد طنطاوي الله يرحمه، المنافق الكبير اللي بيحلل الربا وبيعرس. لا احنا ممكن نقول يا جماعه احنا كلنا ابتلينا بالربا وده قدر ربنا، نحاول نقلل منه، بس ده حرام. لكن يقول لي فوائد البنوك دي حلال؟ انت عبيط يا ابن المره الوسخه. فوائد البنوك دي حلال. ده البنوك اصلا بتاخد الفلوس تروح تديها لشركات الخمره وشركات القمار وشركات كل حاجات حرام، وتاخد منهم. حتى البنوك الإسلامية، حتى البنوك الإسلامية. محمد صلى على النبي، الصلاة مفيش حاجه والسلام. اسمها بنوك اسلاميه، ما عندناش احنا الكلام ده. الاسلام عنده نظام في التمويل. البنوك الاسلاميه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ناس نصابه منافقه قالت ايه؟ قالت احنا نضحك على بعض، يعني يقول لك ايه، احنا هنعمل عقد، العقد ده يقول لك ان احنا مش هنضمن لك فيه مش عارف، بس هو في الاخر بيضمن لك فعلا. وبعدين في الاخر بالمناسبه البنوك دي بتبقى اصلا ادائها اوسخ بكتير من البنوك العاديه، بس هي بتستغل الناس الطيبه اللي زينا. ما هو انا ابويا حط فلوس في بنك فيصل، يعني فاهم قصدي؟ تمام. انت عارف وائل، م- بخصوص بنك فيصل انا برضو كنت حاطط اول لما ورثت لما والدي توفى حطيت فلوس في بنك فيصل. كانوا بيدوا لي تقريبا فايده حوالي 3% ولا حاجه، في حين ان البنك الاهلي كان مثلا عامل 11%. بالظبط كده. بص هم بص هو عامل ايه. نصابين وبيسرقوا الناس اصلا باسم الاسلام. بالظبط. هو بيقول لك عشان انت تبقى فلوسك حلال، انا بدل ما هديها لك 10 هديها لك 3. وهو الخول اصلا قاعد من خيبته القويه، لان الاسلام اصلا نظام التمويل فيه يا جماعه يعمل فلوس فشخ. لو ناس بتفهم تعمله ازاي ليه. الاسلام بيقول لك حاجه بسيطه، هتعمل فلوس من ورا فلوس يبقى انت نصاب لان انت مش بتنتج، لكن هتعمل فلوس من ورا انتاج يبقى انت جامد. فاحنا بنعمل ايه كمسلمين؟ بندور على اذكى العقول وبنديهم الفلوس وبنخش معاهم شركة، والشراكة دي بتبقى شراكة ممتدة. فممكن تلاقي مثلا شركة زي مثلا في بعض الشركات في أمريكا مثلا يخش يستثمر 100,000 في شركة، 100,000 دولار، فبياخد 10% من الشركة. الشركة بعد شوية بتقدر تجيب عائد 10 مليون دولار. فخلاص يعني أنا عندي واحد أعرفه ال100,000 دولار بتاعته قلبت 6 مليون، وبالحلال مش بالحرام.
ليه؟ علشان الإسلام كده يقول لك أنت ذكي، أنت معاك فلوس، طب أنت ذكي معاك فلوس، تشوف حد غلبان يتيم معاه فلوس وتساعدهم، تقول لهم يعملوها ازاي. لكن هنروح بقى نحط كلنا فلوسنا في البنوك المعرصه دي، البنك الاهلي والبنك الجزيره وبنك الزفت وبنك الخرا وبنك الاطران والسي اي بي والجفت سي دي واتش اس بي سي، وكلها بنوك اجنبيه اصلا، وكلها بنوك بنت متناكه. يعني انا اصلا اتش اس بي سي الشراميط دول قعدت 10 سنين معاهم عميل، وفي يوم وليله بعد 2013 قفلوا حسابي. قفلوا حسابي اخويا اللي كان فيه ملايين، ولا كان فيه كام، يعني كان فيه مبلغ يعني، وانا قعدت لفتره طويله مش عارف اخد الفلوس دي، والجنيه قعد يتعوم الخوالات، فاهم؟ فاللي هو ايه، لو شيخ الازهر ده محترم يطلع يقول ايه يا جماعه ده غلط، واحنا كلنا واعيين فيه، فخلاص فيفهم الرئيس مثلا احنا بنروح نجيب لازم ناخد بالنا، لان ربنا هيحاسبنا جامد. هو ربنا مش هيحاسبنا على اخطاء الامم اللي قبلنا، ما هو انت جيت لقيت الوضع كده، بس هل انت بتساعد في ان الوضع يخرج من كده، ولا انت قاعد مش فارق معاك وعمال تزقنا في كده؟ تعرف ان مصر ميزانيتها، عشان تعرف ليه الفوائد والحاجات دي حرام، وربنا سبحانه وتعالى لما بيحرم حاجة مش بيغلس على حد، ده عايز الراحة ليك. مصر دلوقتي مثلا الموازنة العامة بتاعتها هي مبدئيا مصر بتصرف أكتر ما بتجيب. طب مصاريفها متقسمة أربع أرباع، الربع الأولاني يا باشا هو تسديد الديون، عارف الربع التاني إيه؟ خدمة الدين. يعني الديون اللي إحنا استلفناها يا جماعة وصلت لليفل إنها بقت قد تسديد الديون اللي إحنا بندفعها. شايف كمية الكارثة؟ على فكرة أنا اليومين دول للأسف الشديد بسبب سوء إدارتي لحالتي أنا مديفولت في كل البنوك الأمريكانية. أقسم بالله يا باهي، يا لهوي على عمال بيزيد، فلوس عمالة بتزيد. أنت عارف إن في أمريكا لما واحدة غلبان، جوجل مثلا، لما جوجل اللي معاه مليارات في البنك كانوا بيبقى معاهم مليارات في البنك كاش، يروح يستلف من البنك لان البنك عايز يديله، ليه؟ عشان الفايده قليله قوي، اقل من الفايده اللي هو بياخدها من المليارات اللي هو حاططها. في حين ان واحده عايزه 100 دولار غلبانه سودا مثلا، جوزها مات ولا حصل لها مصيبه سودا، بتروح للمحل المعفن اللي في الداون تاون، فياخد عليها ورقه ان هي هترجع ال 100 175 خلال شهر. تخيل ولاد الوسخه، يعني بيزيد 75% في شهر يا ولاد الكلب. يعني انت رايح للفقيره اللي هي محتاجه اصلا وبتقول لها 75%، والمؤسسه الماليه التانيه الضخمه دي رايحه تعمل ايه؟ رايحه تدي مؤسسه تانيه مش محتاجه الفلوس اصلا. يعني احنا كان السي اف او، عشان جوجل كان بيبقى فيها نوع من انواع الشفافيه كده، فكان بيشرح لنا، يعني بيحكي لنا انه ازاي احنا وصل بينا درجه ان العالم المالي كله بيثق فينا، لدرجه ان احنا بنحط عندهم فلوس بناخد انترست اعلى من لو احنا استلفنا منهم فلوس. هم ليه عايزين يسلفوهم فلوس؟ علشان هم كده بيلعبوا اللعبه بتاعت الفلوس اللي هي ايه، انا اخد من الزبون الصغير والم مبالغ كبيره واروح اديها لايه، للزبون الكبير، واقعد استثمر. ده غير طبعا ان كل لما تيجي تعمل تحويل مثلا هو يحجز لك التحويل يومين ثلاثه، هل هو محتاج اليومين ثلاثه دول؟ واد متناكه. انا كنت شغال على سيستمز قبل كده، الحاجات دي ممكن تحصل انستنتينيسلي. هم ايه بيعملها 3 ايام يا حبيبي، يقول لك ليه رنزو بليه رنزو شرماطه؟ لا هو عشان عايز يقعد يلعب بالفلوس يومين ثلاثه يا حبيبي. اصلا البنوك عشان تبقى فاهم نظريه البنك ران، ايه البنك ران ده؟ اللي هو لو كل الناس فجاه راحت قررت انها تسحب فلوسها من اي بنك، البنك هيفلس خلاص. ليه؟ لان البنك اصلا مسلف ب10 اضعاف الفلوس اللي انت مديها له. زي كده لما كنت في البورصه، لما كانت البورصه طالعه رحت عملت حركه غبيه جدا، رحت استلفت ب5 اضعاف وبدات اشتري في الاسهم. فلما السوق وقع اقسم بالله انا خسرت كل الفلوس اللي حوشتها. انا جالي اكتئاب ساعتها ابن كلب، وكنت مستلف من واحد مش مستثمر، واحد بيستثمر معايا 50,000 دولار، واحد بريطاني، بس كان شرموط. ليه؟ لأنه عمل معايا شروط مجحفة. أنا كنت عشان متحمس أنا اللي قلتها له، بس هو كان فاهمان، كان المفروض يقول لي لا ما ينفعش، بس هو وافق عليها. فلما أنا وقعت وخسرت ال50,000 بتوعه، أنا بقى عليا 50,000 بتوعه، وخسرت كل الثروة بتاعتي اللي أنا حوشتها في سنين طويلة. ليه؟ بنلعب ألعاب حولها حرام وضربات وقلة أدب، وأسوأ أصلا بيتلعب فيها من ورا. ليه؟ لأن في ناس بتتفق من ورا، حتى في أمريكا في ناس بتتفق من ورا.
يعني حتى في امريكا بيقبضوا على اعضاء كونجرس عاملين انسايدر تريدنج، هي بتبقى عارفه المعلومه. يعني مثلا في شراميط خولات احبى نكسين من الضباط المعرصين المصريين بيبقوا عارفين ان التعويم هيحصل بعد كذا، فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يبيع ويجيب دولارات. انت كمواطن مصري ما تعرفش المعلومه يا عيني. يعني انا مثلا الحمد لله لما اتزنقت في الفلوس فبعت الممتلكات بتاعتي في مصر قسما بالله. انا في مره اللي هو كنت بايع الشقه اللي في اب تاوني كانت ب4.5 مليون. مفيش كام شهر ال4.5 مليون بتوعي بقوا اتنين. فبنقول يا منافق كبير يا شيخ الازهر، انت بتعرس حتى على عبد الله رشدي. يعني انا عبد الله رشدي القذر ده راح واحده عراقيه بتتصل بيه بتساله في فتاوى، لانه دي حاطط ارقام الواتساب واي حد يتصل، فواحده حلوه شاف صورتها وبتاع عجبه الوضع فايه فحبها فقال لها ما تيجي تعالي زوريني في مصر ممكن نتجوز. انا بحكي القصه اللي هي حكيتها. على فكره الست دي الحدت بعد كده يا باقي للاسف. ان شاء الله ربنا يرجعها للاسلام. هو اتجوز فالمهم كام يعني مره يا عبد الله رشدي ده؟ ملناش دعوه استنى بس ركز معايا في اللي انا بحكيه، لان هي مش بعدد المرات. في حاجات كده امي علمتها لي، لما الغلطه الاخلاقيه تحصل هي مش بعدد المرات. اصل اللي يعملها مره اكيد بيعملها تاني في السر، الله اعلم. دي اللي ربنا كشف وستره فيها. فالباشا الست جت اول ما قابلها قال لها بصي انا مش هقدر اقابلك واخرج معانا شخصيه عامه هنا، انا لازم اتجوزك. نتجوز وبس ما تحركش ان انا اجيلك، وحجز لها شقه في العبور وبتاع واي كلام. طبعا البنت من سذاجتها قالت له اوكي بس على شرط احنا مش هنعمل حاجه، يعني انا لسه مش معرفكش، احنا مش هنعمل حاجه، احنا بس هنتجوز عشان. قال لها تمام. وجاب بقى ايه؟ جاب احمد البوصيلي وده شيخ ازهري تاني، عشان بقول لك شيخ الازهر ده معرس كبير، لان هم شافوا الكلام ده والكلام ده كان راي عام وما عملوش اي حاجه. ده انا لو منه كنت جبت الولد ده شرموط بيقل ادب، ده بيساوي سمعه الازهر، بيخلي شكل الازهر كلهم شراميط، ما هو اللي بيعرس على شرموط شراميط. فالبوصيلي معاه بيحضر عقد وهي مش فاكره حتى اسم الشاهد التاني. الباشا بعد ما خلص العقد وهم روحوا، الناس روحوا، داخل عليها بيجبرها عايز. احنا ما اتفقناش على كده، لا انا مش قادر ويلا بقى انا خلاص احنا متجوزين انت ايه. رفضت. صوتت خاف. فراح مروح، وبعدين تاني يوم قعد يحاول يلمها معاه بالكلام. المهم ايه راحت مسافره، بعد ما لمها معاش وخرجها وبتاع هديت عليه. بس اول ما سافرت هو طبعا خلاص هو كان عايز يعمل الواحد، فلقى ان دي مكلفه خلاص، فقال لها انا معلش مش هنقدر نكمل وبتاع. فهي اتبضنت قوي، ايه ده احا، امال انت ليه ما قلتليش هناك الكلام ده؟ فبدات تشوف خيوط اللعبه، فراحت طالعه تفضحه. راحت قالت ان الراجل ده عمل كذا 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 وحاول ايه يغتصبني. طبعا العيال التانية بيقول لك يعني انت يا كدابه بتقولي انه اتجوزك وبيغتصبك، هو في اغتصاب رجال؟ ايوه يا ابن المتنكه ممكن راجل يغتصب مراته يا كلب. في الظروف اللي هي شرحتها دي هي اتفقت معاه عهد ان هو ما يعملش. احا. طب هو وافق على العقد دي لو هو راجل؟ المهم ان الوسخ لما يعمل عقد الجواز ما يديهاش ورقه من العقد. شفت الوساخه؟ يعني العقد اصلا من شروطه الاشهار، هو ما بيشهرش. والعقد من شروطه الولي وهو مش جايب ولي، مفيش الولي بتاعه ما كانش موجود. وطبعا هو اكيد سنجفها لنفسه ان هي شيعيه ولا اي عمل لنفسه البتاع يعني. وجايب احمد البوصيلي ده شيخ ازهري برضه من اللي هو محقق يا باهي وانتوني بيطلعوا يقبضوا من مرتبات عشان يطلعوا يدونا خطب في الجمعه. ولابس لي، دخلت على البروفايل بتاعك لابس بدله بنك. فعلت في وسط الكلام ان الدليل ان الراجل ده اتجوزني كذا كذا. طبعا العيال طالعه بقى كلها تقول عليها شرموطه، المسلمين بقى المحترمين عشان كده الحدت قالوا عليها شرموطه وداخله كده. وطبعا شيخنا عبد الله رشدي كتب ايه؟ قال لك ان الهجوم عليها هجوم على الاسلام. دي اللعبه بتاعتهم الاوساخ المنافقين، اللي انا ما اعرفش ده هو ده بيقابل يعني بيقابل ربنا في الصلاه ازاي، لانه عارف انه كذاب وان ده مش هجوم، ده هي واحده بتقول الحقيقه. هي ممكن انت تجادل معاها في بعض الافكار، بس هو طبعا لو كان طلع بدا يفتح الكلام على نفسه ده كان العيال اللي هي بتحترمه دي هتنيكو.
لان لا بص، هو العيال دي شراميط ماسكين فوض، بس ماسكين فوض بغباء، لكن لما يشوفوا قله الادب بقى بجد هيشكروا له، لا انت كده نصاب. فالمهم يعني انا قلت ايه، قلت طب تمام، هي قالت اسم احمد البوصيلي، اعمل سيرش، انا ما اعرفش مين احمد البوصيلي ده، اسم مضمن باين، بوصيلي يعني البصل، وكده كده النبي قال لنا يعني ما عدش ياكل توم وبصل، ما اعرفش بوصيلي قوي كده ليه يعني في نفسه. فدخلت عليه، ايه ده، ايه المنظر الخوال ده، لابس بينك، وطبعا كاتب بوست. ليه كاتب بوست؟ لان طبعا الناس كانت بتاكل وشه، الناس عماله تساله هل فعلا يا شيخ انت شاهدت، وهو خايف يقول انا شاهدت. شوف هو اصلا داخل يشهد، يعني المفروض دور الشاهد انه يقول ايوه انا شاهدت وكان هناك عقد، بس مين قال له اوعى تقول كده؟ عبد الله رشدي. ليه عبد الله رشدي قال له اوعى تقول كده؟ لانه لو قال كده خلاص عبد الله رشدي بقى كذاب، وده معناها ان يا باغي عبد الله رشدي ماسك عليه حاجات. فهمت حاجه؟ لان لو مش ماسك عليه حاجات، والتاني بيتقي ربنا كما بيدعي لانه مسلم وصوفي بقى، والجو المنيكه بتاع الصوفيه الشراميط بتوع مصر دول، بتوع الازهر، يلعنكوا الصم، صوفيه الازهر، كلب كلب، يا معرسين يا ولد المتناكه، يا عباد القبور، يا مشركين بالله، يا بتوع المدد، ما تطلب المدد من ربك يا ابن المرة الشرموطة. المهم يعني الشراميط دول، والشراميط دول هم اللي بجد شراميط. فبقى خدت على البوصيلي، فكتب بص بيقول لك ايه: الشيخ عبد الله رشدي مش عارف صديق عزيز واخ محترم، واي محاولة للزج باسمي في حملة لتشويهه بالاكاذيب، واخد بالك، سأقوم بالرد عليها قانونيا. طب يا أحمد يا وصيلي يا ابن المرة المتناجة يا شرموط يا أحبة، أنا بقول لك كص أمك على كص أم الأزهر بتاعك يا ابن المرة الشرموطة، وروح اعمل اللي أنت عايزه، علشان أنتوا سفلة، أنت شاهد زور كلب، أنت ربنا ائتمنك على إنك تحضر عقد. لأن بص، أصل الموضوع ببساطة يا باشا، أنا مش غبي. دايما واحد كده من الاساتذه الكبار اللي علموني في دنيتي قال لي دايما تركز في اللي ما اتقالش. هو لو كان عبد الله رشدي ما اتجوزش الست دي، كان الراجل ده يقول ايه: هذه المراه كاذبه ولم يتزوج الشيخ عبد الله رشدي بها، وهذا كذا كذا كذا. ده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي في الشارع مع السيده زينب زوجته بالليل، فلقى اتنين من الصحابه معديين، فعينهم جت على عينيه فعرفوه، فهو قال له سيدنا زينب تستنى لحظة، وراح لهم وقال لهم على رسلكم إنها زينب. يعني إيه على رسلكم؟ يعني ما تسيئوش فيا الظن. الصحابة استعجبوا، قالوا له يا رسول الله يعني احنا هنشك فيك؟ ما أكيد دي أكيد واحدة من زوجاتك يعني، لأن هي أكيد مغطية وشها، فاهم؟ فدي أكيد واحدة من زوجاتك يعني، احنا عارفين. قال لأ، بس علشان الشيطان ما يخشش المدخل ده في دماغك فيوسوس لك. يعني الرسول بيعلمنا ان الواحد، طيب انت يا احمد يا بوصيلي شايف ان ده ما حصلش وانت ما شهدتش على حاجه، ما تطلع تقسم بالله. اح يا ابن المره الشرموطه، اصل هي مش هتالف اسم يعني. وبعدين انت عارف ان مرات عبد الله رشدي بعد شويه دي ماتت من قهرتها، لان شافت بقى بلاوي وفضحها. لان في ناس العبط اللي هي الجهله، العيال السفله المنحطه، اللي بتستخدم الدين لتعويض نقصها وتقل ادبها على الحريم في الانترنت، وعاملين اللي فيها اعداء الفيمينيست. والله الفيمينيست انضف منكم يا ولاد الشرموطه، على الاقل ما هو شافوا خلقكم فبقوا كده. ما هو الفيمينست دي لو شافت دين صح بإنسان صح محترم عنده أخلاق ومبادئ، ده هتحبه وتدعي له كمان. حتى لو والله العظيم أنا في ستات أنت ممكن تسميها شرموطة، أقسم بالله بتبعت لي رسائل دعاء، أنا بقول ده أنا اللي شرموط إن أنا كنت بسيء الظن في الناس دي. أنت ما تعرفش كل واحد جاي منين. في واحدة أبوها كان قتال قتلة وأمها كانت شرموطة، هي دلوقتي بتقلل شرمطتها وماشية في الطريق، فانت تيجي تحكم عليه عشان هي شرموطه؟ لا، ده الشرموط الحقيقي هو اللي يستخدم دين ربنا في انه يحاول يزني بالحريم. طب يا ابن المتنكه يا عبد الله رشدي يا خول، ما تروح تزني وتخلص، ده انت مجانس يعني، اكيد في اخوات كتير تشتهيك. اح بصراحه ما اعرفش اللي ذوقها هيبقى عبد الله رشدي ده، اصلا شكله ضغف يعني، عوره في السرير. هو اصلا لما دخل على الاخت اترعبت، دي حكت حاجات، قالت انت اترعبت، انا ما شفتش كده، انا جايه مسافره، ده انا اصلا اول مره اكلمه وبكلمه عشان هو شيخ متقي ربنا. الحدث في الاخر ليه؟ لان طبعا الاسلاميين هاجموها،
كله بقى بيهاجمها. اخوان، اصل ال... الاسلاميين المنافقين دول كلهم في الحاجات دي بيتلموا مع بعض، كلهم هاجموها. وطبعا اتهموها بانها عميله وانها مزقوقه وانها جت ضر تاذي الاسلام عشان الشيخ عبد الله الرشدي منتصر على الملحدين. فطبعا مين اللي اصطادها؟ الملحدين. الملحد الفلاني اللي عامل قناه مش عارف ايه، عيال شراميط كده، شراميط ولاد احبه كده، اغبياء اصلا وقلة ادب سفله اغلبهم، عاملين لي فيها مدعين فيها. والتاني يتكلم على سيدنا محمد كانوا بيلعب معاه في الشارع ابن المرة المتناكة. يا دي يا ابن المرة المتناكة، حتى لو انت شايفه نصاب، ده نصاب قعد 1400 سنة يا ابن الخول، يعني رسالته لسه مسمعة. وبعدين نصاب ايه يا غبي؟ هو ده الراجل ده مات درع مرونة عند يهودي يا حمار. وبعدين الرسول قال لك ما هو هتعمل ايه؟ ما هو ده كلهم، دول كلهم تلاميذ الرسول بتاعهم اللي اتجوز 9. يا ابن المرة الشرموطة، في عهده الناس اللي زيه كان بيبقى معاه مثلا 100 ملك يمين. انت سمعت عن كام ملك يمين عند النبي؟ ده يا غبي يا متخلف، اول زوجة للنبي كانت اكبر منه ب 20 سنة، والزوجة الوحيدة اللي كانت بكر مش سيب كانت السيدة عائشة، وبقيتهم كلهم كانوا سيب، وفي منهم كان معاهم عيال كمان يا حمار. يعني هو لو هيجان زي ما انت متخيل كده ما كانش عملها كده يعني. ده كان بص، يعني ايه رسول؟ يعني ناس مصدقاه ان هو رسول، يعني اي واحده مزه هتديله نفسها. ده حتى لما هو جه في نفسه حب الخادم بتاعه اللي هو كان ابنه بالتبني، ربنا سبحانه وتعالى كشفها قدامك في القرآن، وكمان فهمك ان ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا زيد انه يطلق عشان السيد يتجوز. واوعى تفتكر ان السيده ما كانتش عايزه او ان زيد ما حبش. ده سيدنا زيد ده كان بيقول خدمت مع رسول الله 10 سنين، لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لي لشيء لما تفعله لما تفعله. الناس دي كانت بتحط رقبتها قدام النبي. الناس دي أغبياء. لما الأنصار جم عليهم المهاجرين، الأنصاري اللي كان متجوز 2 كان يروح يكلم الزوجات ويشوف مين منهم مستعدة ويدور لها على زوج يناسبها، هو ينبسط إن هما الاتنين يتجوزوا. بص الإسلام، ده الإسلام فيه إن الصحابية كانت متجوزة 11 ومفيش ابن متنكة يفتح بقه. متجوزة 11 يعني تتجوز وتتطلق، يفتح بقه عليها ويقول دي مزواجة، ولا ده كان يتقطع لسانه. ده الإسلام اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعت الحذيفة بن اليمان في غزوة الخندق، لما كانوا تعبانين كلهم من الحفر والتعب وكانوا محصرين، أو الأحزاب مش فاكر، محصرين ومتبهدلين، قال مين يروح يجيب لي خبر الكفار؟ هيروح يقعد يعمل نفسه منهم. يعني مهمة استشهادية بجد، مش استشهادية يعني حزام ناسف بيفجر بيه الدنيا. يا شيخ الازهر يا شرموط يا معرس، يا اللي ما طلعتش بقى يوم 7 اكتوبر تقول ان عيب يا حماس يا شفله يا اوغاد، او حتى عيب يا حماس يا اخواتنا في اللي تخطفوا واحده عندها 70 سنه. انما انت يا شيخ الازهر عشان معرس اتفرجت على خطف ال70 سنه، اتفرجت على خطف العيل اليهودي اللي عنده 3 سنين يا شرموط يا معرس، وما فتحتش بقك. انما تفتح بقك امتى؟ لما الاسرائيليين بداوا يدقوا. طب ده اللي عمال يقول لك متى يتوقف الدك؟ الاسرائيليين قال لك وقالوا هاتوا كل اللي انتوا خدتوهم مننا يوم 7 اكتوبر واحنا هنوقف وقتيا. وبصراحه انا بقول لك الكلام، هم ما عندهمش حق طبعا، عندهم سفله او غاد وعمالين بيقتلوا في اخواتنا وفي العيال الصغيره عندنا، دول سفله. بس هم منطقهم اقوى من منطق الحمساوي المعرس اللي عمال يبعت الشراميط بتوعه يبعتوا لنا صور الاطفال وهم متقطع جثثهم ويقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا حكام العرب، وحسبي الله فيكم يا عرب، ويحسسك بتأنيب ضمير وان انت قليل ادب، ولو انت بتحتفل ولا بترقص ولا بتاع انت خلاص انت ابن وسخه كده. لا ده انت ابن اللي ميتين وسخه، لان انت اللي فتحت حرب على نفسك. وشيخ الازهر ده راجل معرس، علشان هو لو راجل محترم ما كانش يقبل ان رئيس الجمهوريه يطلع يقول ان ربنا بيجيله. اح، ده كفر. ربنا بيقول لك انا ربنا جالي وقال لي هديك البركه. اح، اح، ده آل سعود ما قالوهاش، ده القذافي ما قالهاش، ده صدام ما قالهاش،
ولما بقولش آل سعود قصدي انه لا قذف صدام، لا انا قصدي آل سعود اللي هم يعني الناس بتوع التوحيد، يعني لو ربنا هيجي لحد هيجي لهم هم بقى دول. ده حتى على الاقل يا معرس انت هو عليهم معلوش نسي يا خول عليهم عليه لا اله الا الله محمد رسول الله. ويا معرس انت هو انا درست في مدارس السعوديه وبقول لك ان التعليم الديني في مدارس السعوديه يضرب التعليم الديني في مدارس مصر وتعليم الازهر بالجزمه القديمه، انضف بكتير. وانا شفت مناهج الازهر الشراميط اللي لحد النهارده بيقعدوا يدرسوا مدارس الفقه الحنبلي والمذهب. ما فيش الكلام ده عندنا في السعوديه بايه. كنا بندرس السنه ونقول ايه ان العلماء كلهم اجتهدوا، بس احنا دلوقتي اللي بيتوفر عندنا الدليل والدليل الصحيح، وبنبص على اراء العلماء بس ما بنمشيش نقلد حد. مش حاجه اسمها حنبلي، ما فيش حاجه اسمها مش عارف ايه، لان الرسول حذر. ده الحنابلة والمش عارف ايه اللي هم الناس اللي اتعصبت. طبعا الامام احمد بن حنبل بريء من الهبل ده، والامام الشافعي بريء، ده هم شراميط جم بعديه بس. وشراميط ليه؟ لانه قال له ادابهم ليه؟ ده بقوا وصل الموضوع بيهم ان بقوا ما بيصلوش على بعض بعد كده، لانها فكره فاسده من الاول. مجموعه ناس تتعصب لفكره لشيخ وطريقته في التفكير. انت غبي. ليه ما نتعلمش كلنا من بعض؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك ولو افتوك الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم في عهده نهى ان يدون الحديث. قال لك ما فيش غير القرآن بس اللي بيتداون. طب ما هو الرسول كان قادر يقول لهم دونوا. وبعدين واحد يقول لي ده اتنسخت فين؟ يقول لي في الترمذي واحمد. قلت له يعني احا يعني هي اتأمرت انه ما ندونش في البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم فاتهم انه يدوروا على الحديث بتاع النسخ؟ انت عبيط يالا ولا ايه؟ لا ما اتنسختش ولا حاجه كس امك، لان لو كانت اتنسخت ما كانت اتعملت. هات لي كده حديث من وقت النبي، مفيش. لا ده هي كلها عن واتعمل بقى علم سموه لي الجرح والتعديل. فاهم؟ اجتهادات بقى كلها بصراحة، يعني فيها كتير غث ملوش علاقة بالايه بالشرع، بس فيها كتير جامد برضو. الجرح والتعديل ده علم من علوم الاصول جامد جدا، اصول الحديث. عارف يعني ايه الجرح والتعديل يا باي؟ لا بصراحة وائل مش عارف، ما درستوش قبل كده خالص. علشان نقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان لابد ليه من طريقة لضمان عدم تحريفه، نتيجة إن إحنا الناس دي كانت اتعلمت إن ربنا حذرنا إن اللي قبل كده حرفوا إزاي، واحدة واحدة كده بتتحرف. فلو السنة اتحرفت القرآن كمان هيتحرف بعد شوية كده يعني. فهو عشان يحافظ على طبعا القرآن ما يتحرفش لأن القرآن محفوظ، بس أنا آسف أنا أسحب دي. بس هو عشان يحافظ على إن الكلام بتاع الرسول يبقى هو اللي صح اللي بيتقال، عشان ما حدش يقعد يدعي الرسول كلام. عمل إيه؟ قال لك دلوقتي أنا باخد حديث، يبقى أنا لازم أخده من النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيبقى ساعتها 3 أو 4 في الحلقة، يعني مثلا عند الإمام البخاري. وبعدين كل جرح والتعديل ده بقى إيه؟ ليه علاقة بعلوم الرجال، اللي هو إيه؟ حال الراجل ده إيه؟ يعني مثلا الإمام البخاري أو اللي زيه كان ممكن يسافر علشان يجيب حديث من واحد، بس يلاقيه بيضحك على قطة بإنه يعمل بإيده كده علشان قال يعني في مية عشان يجيب القطة عشان إيه؟ ياخدها. ما ياخدش منه الحديث خلاص لأنه بيكذب على القطة، مش بيكذب على راجل. وبيتقال بقى في الكتاب انه عمل كذا. فالجرح والتعديل بقى اللي هو ايه؟ هتفتح سيره اي واحد يقول لك ده فلان كذا. واحد مثلا بيقول عن فلان عن كذا، يقول لك لا ده عمره ما قابله اصلا، والدليل هو كذا 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 كذا. فخلاص ده بقى مدلس. فخلاص ده اي حاجه هو ناقلها انتهت خلاص اتقطعت مش عايزينها. فالحديث الشريف متن وسند، فالجرح والتعديل ده بتاع السند. والعلماء من ادبهم واحترامهم عمرهم ما جادلوا في المتن إلا لو المتن خالف مخالفة صريحة للقرآن الكريم، غير كده لأ. يعني مثلا حديث الذبابة سمعنا وأطعنا. حديث إن لما قال لل... اللي هم جالوا قوم عندهم وعكة، النبي صلى الله عليه وسلم في بطنهم أكلوا أكلة سمتهم، فأمرهم إنه يروحوا يشربوا من ألبان وبول إبل الصدقة اللي تحت في الوادي. هيشربوا لبن وبول، بول. واصلا البول عندنا في الاسلام هو غير طاهر، بس لما النبي امر بالبول ده بقى خلاص استثناء. فلو المتن جاي من سند صحيح مستحيل حد من الائمه يرفض
كلام قوي. ليه؟ لان برغم انه عقله مش مستوعبه، لو عقله مش مستوعبه بس ده ما يخصوش. انا عايز اقول لك انا شربت بول ابل وقسما بالله باهي ده دواء. اقسم بالله هو مش جوس يعني. انت تحط لبن وتشرب، تحط عليه شويه بول. انا شربت تلت مثانه بتاعه ناقه مش مخلفه، لان قعدت عملت ريسيرش بقى. والله العظيم اليوم ده حصل لي كميه كلينزنج لالام في معدتي. انا الحمد لله، انا اصلا كان في اوقات كتيره كل يوم بيجي لي حموضه، كل يوم بيجي لي صداع. الحمد لله الحاجات دي بتختفي. ومش عشان كده بس يعني، بس عشان حاجات كتير، بس ده مثلا اللي هو طبعا شيخ الازهر يقعد يعرس على الحمساويه، يعني ما يطلعش يقول ان حرام ان احنا نقتل، لانه كده كده حتى لو اليهودي الشرموط الصهيوني ده ابن الاحبه ده اللي هو ملوش دين ومزور دينه، هم علمانيين اصلا اغلبهم. الشراميط والتاني ده علماني خول اصلا، اجنوستيك، مش مؤمن بجد. يعني لو مؤمن بجد يقتل كده في العيال. دي ناس مجرمه بتقتل عيالنا، احنا ما ينفعش نقتل عيالهم عشان احنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نقتل امراه او طفل، ونهانا أن نقطع شجرة، ونهانا أن ندخل على عابد في صومعته. ده هو علمنا إن اللي قتلوا إخواته وعذبوهم وكانوا بيبهدلوهم وكانوا بيرموا عليه بالخرا، بيرموا على النبي خرا وهو بيصلي، لدرجة إن النبي مرة من كتر الخرا اللي رموه عليه هو ما كانش عايز يقوم من السجود علشان هيبهدل جسمه كله، ففضل قاعد فترة طويلة لحد ما حد خد باله وجه شاله، وما كانش ينفع يلمسه علشان مش عايز يخرج من الصلاة. فاللي هو الراجل ده لما نزل مكة قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ مثل السؤال الجامد. أخ كريم، أخ كريم، عارفين. لسه اقول لك وقت فتح مكه يعني قالوا وأنهم أخ كريم. أزلوا سنين طويلة. قال لهم ماذا تظنون أن فاعل بكم؟ قالوا ابن أخ كريم. يعني بيقولوا أخونا. يعني بص ورغم دناوتهم هم كانوا عارفين إنه الصادق الأمين، وهم بيقولوا عليه المجنون. هم كانوا عارفين إنه الصادق الأمين ومش مجنون، هم بس ما كانوش قادرين يستوعبوا الكلام اللي هو بيقوله، لأنه بيهز أركان عرشهم وبيخلي العبد الأسود شبههم. هم مش عايزين كده، ويجبرهم يقصروا الأتواب بتاعتهم. هم بيحبوا يمشوا بالبتاع 3 بهرجة 3 متر وراه، وهيجبروا يدفع زكاة وهو مش عايز يدفع زكاة. هو كان راكبها مش عايز حد يقول له يعمل ايه. ده كان هو عامل كمان فلوس من ورا جو الأصنام. ده سيدنا عمر بن الخطاب كان هو اللي بيعمل الأصنام، ده كان بيعمل نفسه صنم عجوة وبياكله في الآخر، تخيل. هو كان برنس برضه سيدنا عمر حتى هو كافر كده. سيدنا عمر ده كان يفتكر عشان شراميط الازهر اللي بيقعدوا يدخلوا يقول لك فلان الشهيد، كاتب لي بيان بموت السنوار، بس هو عشان خول ما يقدرش يقول السنوار. ليه؟ علشان مثلا هيزعل الاماراتيين، هيزعل مش عارف ايه، هيعمل رد فعل دولي عليه. فيقول لك الشهداء ماتوا، الشهداء ايه يا ابن المره المتناكه؟ انت عارض يالا يا شيخ الازهر، انت مين اصلا عشان تقول مين شهيد ومش مين شهيد؟ ده انت راجل معرس. ده انت راجل بص على الاوقاف والفساد اللي فيها. ده انا امام الاوقاف في مسجد طارق بن زياد يا ولاد الشرموطه اللي هو في المهندسين ده. الراجل ابو شنب المعرس ده اللي هو بيزوغ اغلب الوقت ويقعد يزعق لنا في الميكروفون العرس طول الوقت. لما رجعت مصر تاني ببص قلت اروح الجامعه. ما كنتش بحب اروح الجامع ده اصلا يعني، بس بروح احيانا كده عشان بيبقى فيه اصحابي بعيد عني شويه يعني. فالمهم لقيت لك الراجل هو وبيغلط نفس غلطات التجويد. يا ابن المرة، ده انت بقالك 20 سنة انا ما شفتكش وانت بتشتغل امام، بتقبض مرتب ولابس لك كاكولا وقاعد بتركب علينا وتطلع تقول احاديث قدسية كلها ضعيفة وانت شرموط يعني. طب انت لسه نفس الحال برضو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب ده انت منافق نيك. اصل الصح ان البني ادم الصح هيمشي يصلح نفسه. مش بقول هيبقى نبي يعني ولا هيبقى ما بيغلطش، ما كنا بنغلط وعادي يلحن في القران. انا بس اللي هو نفس الالحان، نفس الطريقه الغلط، نفس الاسلوب البظن. انت ما بتتعلمش حاجه. وطبعا ازاي في الميكروفون بقى، ويا ريته زي على حاجه كويسه. ما هو خلاص دلوقتي كلهم بقوا مدجنين بيقروا الخطبه من ورقه. هو النبي كان بيقرا الخطبه من ورقه؟ يا معرس انت وهو، يا مقتدين بالسنه. ويقعد يقول لك بقى، يعمل لك بقى جو الافوره، صلوا على الحبيب الذي وكوى النذي. يا اح انت وهو، ما تصلي على الحبيب زي ما الحبيب علمنا نصلي عليه. انت بضان قوي يعني. هو انت هتجتهد احسن منه؟ ما الدين اكتمل. ما تمشوا انتوا عمالين تالفوا. ما هو التاليف بقى لدرجه ان الاوقاف والازهر مدورينها
يقول لك العقيدة الأشعرية ده. ما الإمام الأشعري أصلا يا ابن المرة أنت وهو تاب عن اللي هو قاله. وربنا مش في كل مكان يا ولاد الشرموطة، ربنا على العرش استوى في كل مكان. إيه يا غبي؟ هو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله يعبد في الأرض، مش معناه إن هو موجود معاك في الأرض. ومش معنى ان ربنا على العرش انك تتخيل حد قاعد على عرش وانت تعرف شكل عرش اصلا. يا معرس يا ابن المعرسين، دي حاجات انت ما تتخيلهاش ولا نتخيلها، ومجرد محاولة تفكيرك في تخيلها ده انت قليل ادب. وهو ده منهج اهل السنة والجماعة، مش منهج يقول لك الاشاعرة والاباضية والاسماعيلية والمش عارف الصوفية والخليلية، الطريقة الخليلية والطريقة النقشبندية والطريقة الإسماعيلية والطريقة المتنكدية والطريقة المتنكدية، وكلهم أصلا فاتحين صناديق نذور والله حي وطيزة الجاي. وطبعا الكبار فيهم عمالين بينطوا زي اللي هو الأخراني اللي اتفضح ده، اسمه إيه؟ الشيخ النطيط ده اللي بيتحرش بالحريم، بيبعت للبت صورة 6. بص وصل ليفل إن هو وسخ. ويعني أنت بتبعت لواحدة صورة 6 وأنت شيخ؟ ده أنت عبيط قوي. يعني انا ببعت لحظه صوره 6، يعني اللي هو برضه انا عبيط برضه، بس على الاقل انا مش شيخ، انا معرس. انما انت عامل لي نفسك شيخ وعندك بركات وبيجوا ياخدوا من بركاتك. ده انا بضحكك. تعالى اسمع قصة ام شيخ الازهر، تعالى يا معرس اسمع كلام الرجاله. على فكره انا بحبه يعني، بس متضايق منه من شرمطته. لما الرئيس الجمهورية يطلع يقول ربنا بيكلمه، كان لازم يطلع ينكر على رئيس الجمهورية، يقول رئيس الجمهورية لا يجوز أصلا شرعا إن حد يقول إن ربنا بيكلم حد. Hello, Mr. Michael, how are you? I enjoy looking at your freaking face. Your face looks serious if that's your actual photo, not a photo from a show or something, you know. I like you, I like you. You can scare some Salafis, please. فالمهم يعني عيب يعني رئيس الجمهورية يطلع يقول الكلام ده. طب ده رئيس الجمهورية بيطلع عمال يقول تجديد الخطب الديني، تجديد الخطب الديني، وسايب لنا الإلهام شاهين واللي زيها قاعدين بينمنيكوا في الأرض. ده الولا ابن أخو إلهام شاهين طلع عمل فرح، فعامل في الفرح بتاعه دعوة و اوبن الكحول مش عارف ايه، يعني كل واحد يجيب الخمره بتاعته معاه. فالمذيعه بتقول يعني انت طب يعني ما خفتش من رد اللي قالها ليه؟ ومن كل واحد حر. احنا يعني انا هضحك على نفسي، ما الناس بتعمل كده، قلت له هنجيب مخدرات ولا لا ما جبناش مخدرات، نجيب خمره بس. قالت له طب وانت بتحتفل بالفرح بتضرب الشمبانيا كده بس، يعني مش من عاداتنا دي، يعني مش في افراحنا المفروض الفرح ده، يعني انت المفروض يعني الفرح السكن والرحمة والإسلام الجميل اللي علمنا حاجات حلوة، والراجل هيتقي ربنا في مراته. عشان كده أغلب الجوازات دي بتضرب بعد كده. ما هو ناس ما بتتقيش ربنا في بعض كده يعني. إلهام شاهين برضه التربية غريبة، زي إلهام شاهين دي عجيبة برضه. الشيخ الأزهر ده معرس عشان يبقى البلد دي يبقى فيها إلهام شاهين بتتكرم وتقابل الرئيس وأنت بتقابل الرئيس برضه. الشيخ الأزهر ده معرس عشان يوم الاحتفال بليلة القدر الرئيس داخل، هو واقف على الجنب، واقف كان مع كذا واحد منهم ناس أزهر وناس مش أزهر بيسلم عليه، وبعدين الرئيس يقوم داخل لوحده. طب ده معرس شيخ الأزهر، أنت ما بتشوفش الرئيس يوم الكاتدرائية؟ ولا الكاتدرائية دول برضه عندهم مشكلة والله العظيم، بيزعلوا مني مرة. ما انتوا معرسين برضه الكاتدرائية. أول مرة أشوف كاتدرائية بتسيب المكان اللي هو كله بركة وبيتبارك بيه ويروحوا يقعدوا بيعملوا القداس الإلهي السنوي في العاصمة وبعدين ألذ حاجة أنا بحب القداس اللي هو شغال 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 ده. أول ما يجي الرئيس الموضوع بننتهي بقى علاقتنا ثانية واحدة بقى، ربنا البرنس الكبير بتاع الأرض جه وسابوا القداس بقى خالص. طب ده انت لو رئيس محترم اصلا، طبعا هي تيجي من تقدرس اصلا، وانت تقدرس محترم اصلا، طب ما انت يعني قول للرئيس يجي في اخر القداس انت بتختم، وبعدين بقى فقرة الرئيس ونعمل الالاباندا بتاعت الالاباندا دي علشان نحسس المسيحيين ان على فكرة هي بتفرق برضو. يعني انا ما انكرش انها خطوة مهمة بس يعني مبتذلة شوية. احنا في دولة يا حبيبي اتحرقت 75 كنيسة في يوم، وانا اؤكد لك ان مفيش ضباط اتحاسبوا، مع ان دي جريمه منظمه. يعني ايه؟ يعني امن نايم على ودانه بعد فض رابعه، يعني حاجه متوقعه جدا لان في رابعه كان البلتاجي نفسه بيطلع يحرض على الكنايس. منياكه، اداء تحت المستوى. مش معنى كده انا لو ركبت اسوق احسن، بس على الاقل انا لو ركبت لقيت نفسي بسوق كده اطلع اقول لكم انا متناك.
ولا اطلع اقول لك انا متناك. بس اللي هو يعني، ده انت كنايسك، ده انت رعاياك بيتبهدلوا في كل حته يا عم تواضرس يا عم. عم تواضرس زي عسل والله. لما رحت قابلته كنت عامل مبادره بقى، ورحت اقنعت شيخ الازهر ان احنا نعمل مبادره ضد العنف. عشان بقى ايه؟ بعد ما الاخوان طقشوا مع الليبراليين في المقطم، كنت قلقان بقى، قلت دي رايحه في حته بنت وسخه يعني، وانا مش عايز كده البلد يعني. فرحت بقى اقنعت بقى عمرو حمزاوي والشيخ محمد حسان، ورحت اقنعت الاخوان بعتوا العرس اللي هو محمود حزب بتاعهم نائب المرشد، الراجل خول ده منظر امه يعير. ورحت الكنيسه حاولت اجيب البابا تواضرس، بس البابا تواضرس قال لي لا انا مش عايز يبقى ليا دور في السياسه. وبعدين بعد كده راح قعد 3 يوم بس ماشي يعني اوكي. بس بعت لنا بابا جميل قوي كده والله، كان بابا عسل قوي. ابونا لذيذ كده، كان بتاع واحده وطنيه فعلا يعني. يعني هم في الحته دي على فكره جدعان يعني. سيبك انت ان البابا اتصور معايا وقال لي هيبعت، اللي هو بتاع اللي بيصور عند البابا ده، قال لي هيبعت لي الصوره، ما بعتليش المعرض، انا خايف طبعا يعني. اول حاجه قال لي البابا، ما بص عليها كده، اداني بصه مسيحي كده من ام 7000 سنه دي. قال لي كده يا ابني، كده يا ابني اللي انت عملته في البلد ده، كده يا ابني اللي انت عملته في البلد ده ينفع كده؟ قلت له والله انا اسف لحضرتك، وما تقلقش ربنا يعني كريم، واحنا اخواتكم واحنا معاكم. وشوف انا جاي هنا ونفسي ان شاء الله يعني كل حاجه. هو احترمني بصراحه في الحته دي، حبني يعني كده، لاني اللي هو ما بكابرش يعني، اللي هو مش بقول له احنا ما عملناش حاجه، ده كله تمام، ده وده الصح. لا انا كنت شايف خلاص احنا بهدلنا الدنيا يعني. انا يوم ما اصلا الاخوان والسلفيين، لان انا عارف السلفيين، انا كنت سلفي، انا كنت بخش بيوتهم يعني واكل البدنجان بتاعهم. كنت اخوانجي برضه نفس الكلام يعني، قعدت مع كبارات الاخوان كمان قبل اي حاجه يعني. كنت بلعب كوره مع عمرو خالد. فاللي هو انا فائس العالم دي، فلما كسبوا هما الانتخابات 75%، اقسم بالله جالي بانيك اتاك في الاوضه، في اوضه بالليل، وقعت على الارض. اقسم بالله من الرعب. ليه؟ 75% في مجلس الشعب يعني خلاص بقى مع قوه التشريع، يعني هيبدا ينيه. وخلي بالك انا مش عبيط، انا فاهم ان الشعب المصري ده في حاجه كده، عرق شرماطه كده، وبالذات عند الاخوه اللي في الاجهزه الحكوميه، هم متعود يعني. انا اؤكد لك ان في ناس كتير بدات تصلي اول ما الاخوان مسكوا الحكم، هي منيكه كده. فاللي هو انا كنت عارف ان احنا ممكن نلاقي نفسنا في اتجاه ان الاخوان بيعملوا حرس ثوري ايراني، وبعدين بيعملوا شويه قوانين بقى علشان يخش بقى كده كل حد مخوفه في كل حته يلوشوا بالقانون، واخد بالك. فترعبت. انا اصلا اتهددت من الاخوان يعني، اتهددت يعني. مساعد رئيس الجمهوريه مكلمني في التليفون، انا فاكر المكالمه دي، كنت واقف قدام المرايه بتاعت قدام الباب اللي جنب البيت، بره البيت يعني. وبيقول لي انت عمال تسافر الامارات ليه كتير يا وائل في الفتره الاخيره؟ ده كان بعد بقى بعد ما شديت عليهم جامد وهزقته جامد في رسائل وسخه جامد. عرس يحيى حامد الشرموط اللي بعد كده بقى وزير استثمار ابن الاحد، بتاع فودافون السلزجي، بقى وزير استثمار يا ولاد الشرموطه. فالمهم يعني بيقول لي انت بتسافر الامارات كتير ليه؟ قلت له يا فندم، قال لي انت بتسافر الامارات كتير ليه؟ اصلا كنت ساعتها بقى بروح ب6 ساعات يا بيه اشرب شيشه مع الشيخ عبد الله بن زايد. لسه راسلهم خبر فاهم. طبعا دي حاجه تجننهم، هم بيكرهوا الامام كره العمى. فالمهم يعني قلت له انا ولادي في الامارات. وبعدين معلش ثانيه واحده، هو لا مؤاخذه احنا عملنا ثوره وانا شاركت في ثوره علشان بعد كده انت تيجي تقول لي انا بسافر ليه وباجي ليه؟ انت لو عليك حاجه ليا قول لي. قال لي لا بس اصل الاجهزه الامنيه بتقول لنا ان في حاجات بتحصل في الامارات، وانا بحذرك يا وائل ان الكلام ده مش كويس علشانك. قلت له طب انا بقى احب اقول لك على حاجه، ان اعلى ما في خيلك اركبه، وانا ما بتهددش. وقفلت السكه في وشه من الشرموطه. خاف من واحد اقرع؟ ابويا اقرع ما بخافش منه فاهم. الرئيس سيسي اقرع ما بخافش منه. لازم بشعر عشان اخاف منه، لازم بشعر. ليه؟ شعر يعني. يعني بص مايكل ده خاف منه، بص شعره عامل ازاي. مايكل do you speak Arabic my friend, or are you just enjoying my blood? I can sing for you, you know.
We have a sheikh in Azhar that's a total hypocrite. He defend Hamas killing old ladies and young kids. ما هو انت لو شفتهم بيخطفوا يا جماعه، لا 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 لا، ثانيه واحده يا اخوانا، وتبعت مندوب كبير من الازهر الشريف. لا احنا دول ولا اسامه الازهري اللي هو طبعا الازهر مخرج لنا ايمن الظواهري الجميل، وعمر عبد العزيز، سوري قصدي عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن ده اللي هو ابو الجهاديين. انا وانا صغير كنت بخش على موقع الجماعه الاسلاميه واد انت ولا، واقعد اقرا بقى وكنت موهوم بيهم. عمر عبد الرحمن ده كان الكينج بتاعه، ده اسمع الشرايط بتاعته يا نهار اسود. ده بيكفر حسني مبارك كده وش على طول، بيكفر كل ضباط الجيش كلهم، جنود فرعون، بيأمر بقتلهم. يقول لك من المؤمنين رجال مؤمنون واقتلوهم مش عارف ايه والمش عارف ايه. وانا طبعا ايه كنت بدأت اروح للسكه دي. الحمد لله ما رحتش، وما رحتش مش عشان السكه ما كانتش مقنعه، هي بامانه كانت مقنعه، لان انا كنت بسمع عن قصص التعذيب فقلت دول كفره، من وطني دول كفره، ما ينفعش واحد بيعذب، اصل ربنا ماشي نعذب. فانت بتعذب وبتسهر من الدين وبتلبس واحد لبس واحده مثلا، يمسك واحد. دي قصص انا بعرفها من الناس فيرست هاند يعني. يلبسك سونتيان وكلوت حريمي ويمشيك كده على الاربع قدام الناس كلها، ويقول لك اسمك ايه، فتقول له سوزان، عشان لو انت قلت له اسمك احمد هتتنين. اسمك ايه؟ سوزان. امشي يا سوزان، يلا يلا فالقاس يا سوزان، وهم ضاربينه على طيزه بالعصايه. حط العصايه في طيزه عادي، ده اداء يعني، دي دوله، ده دستور. انا اصلا لما دخلت ادوني يحطوا عصايه في طيزه. طب انت يا شيخ الازهري ابن المتنكه، عمري ما سمعتك عن التعذيب، تتكلم عن التعذيب في اجهزه الامن. احا، وانت ما تعرفش وما فيش ناس من عندك دخلوا وتعذبوا وجم اشتكوا لك يا معرس؟ انت هتقنعني. وبعدين يعني ماشي انت راجل متواضع مش مأجر ده الشقة، بس انت قاعد لي في قصر يعني. انا لما دخلت مبنى الازهر ده ايه ده يا عم، دي دولة فقيرة دي يا ولاد المتنكة، ده دولة، ده ده مبنى الازهر اشيك من وزارة الخارجية الامريكية. فايسين فلوس قوي كلهم على بعض كده. وبعدين هو الاسلام فيه كاكولا؟ يعني الاسلام الرسول لبس كاكولا البتاع دي؟ مفيش اصلا في الاسلام، لا يجوز شرعا ان واحد يميز نفسه دينيا، يميز نفسه شرعا، يميز نفسه ماديا، فما بالك عن دينيا يعني. يعني الاغبياء المتخلفين بتوع الاسلامجيه الهبل اللي بقى السلفيين اللي بيأثروا الجلابيه دول. هو ايام الرسول ما كانش فيه خياطين كتير وما كانش القماش كتير، وكان الغني بيمشي ب3 متر وراه والفقير مش عارف يستر عورته. فالاسلام مش بنت عريس. قال لك لا يا حبيبي، انت هو كل واحد ما تحتك كعبان في النار، شيل الكلام ده، هو اصلا كده كده وساخه، تمشي تلم وساخه في الارض، فعيب امسح شيل لبس اخوك. انما دول ما يفهموش، هم يروحوا يجيبوا بقى اغلى لبس واغلى عمه واغلى بتاع، ومشايخ القران اللي كلهم منافقين. معلش انا اسف انا بقولها وقلبي بيوجعني، الشيخ المنشاوي ده منافق، الله يرحمه، ربنا يرحمه ويدخله الجنه ويحطه في الفردوس الاعلى، لان ربنا كريم. بس معلش يعني، انت راجل قاعد عمال بتقرا القران بكل الاحكام التجويد الجامده دي، بس الناس عماله تقول الله، والمنكرات شغاله في مصر ليل نهار، لدرجه ان الممثلين المعرسين في النكسه راحوا يعملوا افلام سكس، والمشايخ دي كلها عايشه بيعملوا افلام سكس. يعني افلام سكس، فيلم سكس، مش فيلم فيه لقطه سكس، لا فيلم سكس، وهو الممثل المشهور فلان الفلاني، مش عايز اقول الاسماء بس لان عيب يعني. ايه دوله التعريس دي؟ انت ازهر معرس عشان يطلع رئيس جامعة القاهرة الشرموط السابق ده، اللي هو الخول اللي كان طالع أيام الاستفتاء، بيرشد الطلبة بإن هو هيديهم أجازة وهيرفع درجات الرأفة لو راحوا كلهم استفتوا. وقالوا نعم. ده أنت عارسة قوي، ده أنت بتعلم العيال النفاق، ده أنت مين اللي جابك؟ وكل فيديوهاته كده هو بكرش كده ماشي عامل لنفسه قلبان، عامل نفسه سيسي صغير، ما هو كلهم بيقلدوه. الخشت اسمه الأسماء الغبية خشت. يعني إيه خشت؟
يقول لك دكتور في الفلسفه، يعني قاعد بيتناك طول عمره ده ولا ايه؟ لا، ولا بيتناك ولا بينيك ولا بيعرف، لانه لو بيعرف ينيك ما كانش اصلا بقى دكتور في الفلسفه. يعني ايه فلسفه اصلا وادي متناكه؟ تدرس فلسفه مين؟ فلسفه كانت وبانت وزانت ونيتشه. نيتشه اللي بيقول ان المراه تاني خطيئه في العالم. قاعد بتقرا لي قصص روايات شكسبير اللي كلها اشتغالات؟ يا عم تقرا سيره خالد بن الوليد يا ابن الشرموطه. الصحابه اللي انتوا بتقولوا ادبكم عليهم ليل نهار في التلفزيونات، والازهر قاعد بيعرس، ويبعت لنا بعد كده المعرس عبد الله رشدي اللي هو كان ماسك الفوطه العمرو ورده المتحرش، عشان هو ده اللي دافع عن الدين. فملايين المصريين يتفتنوا الشباب الصغير، وبعد كده نقول عندنا مشكله الارهاب وعندنا مشكله الناس اللي بتنزل الشارع تهدم الوطن ووعيها زائف. طب ما الوعي الزائف اهو من فوق اهو، روح اقطع جذوره كده. الازهر اللي بيقبض 7 مليار جنيه من مرتباتنا ده، ما هو انت بتشتغل وانا بشتغل شغلانات شريفه، دول بيشتغلوا شغلانه غير شريفه، لان في الاسلام ما فيش. ما النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ما كانش في حد بيقبض عشان يقوم بمهمه تر... كان في حاجه اسمها حروب وغنائم، كان في حاجه اسمها تجاره ومكسب وخساره، كان في حاجه اسمها زراعه وبيع، عباده غزا. كان بيبقى الصحابي حداد وصحابي مجاهد، كان بيبقى امام المسجد وبيشتغل نجار، عنده مهنه شريفه بيتكسب منها، ما كانش بيكسب من ورا خط. يعني حتى الامام البخاري ده هتلاقيه كان كده برضه، كلهم كده. ليه؟ عشان هم مش شراميط، هم فاهمين ان امام الناس مش اللي اسمه وظيفته امام. الاسلام ما فيهوش كده على فكره. لما الحاكم انفصل عن الدين لدرجه ان هو ما بقاش هو اللي يعرف يقيم الصلاه وما بيعرفش يقرا قران، خلاص الاسلام ضاع. ليه؟ لان العلم الحقيقي هيبقى عند الحاكم مش عند العالم، لان العلم الحقيقي في التجربه. الحاكم هو اللي عنده الفقه، لان ممكن العالم مثلا ايه، المثاليات كلها معروفه. يعني احنا كلنا مش عايزين ربا في المجتمع، بس بعد كده نصحى الصبح نقفل البنوك ليه؟ احنا هبل احنا ولا ايه؟ ده احنا ندمر بلدنا. وربنا ما يرضاش بكده، ده الخمره اتحرمت على مراحل، ومع ذلك وبعد التحريم واقامه الحدود كان في صحابه بيشربوا خمره، وكل شويه يتقبض عليهم، وهم من اللي حضروا بدر، يعني من قمه الصحابه. سيدنا عبد الله اللي كان النبي، وكان لقبه حمار على فكرة، يعني حاجة ما بحبش أقولها بس هو كان لقبه كده حمار بينهم، وكان بيضحك النبي جدا. وكان النبي كل لما يشوفه يقعدوا جنبه، والكلام ده في الحديث الصحيح، يقعدوا جنبه. تخيل، بص يعني إيه أبو بكر وعمر والناس الفطاحل وخالد بن الوليد والناس اللي بتحارب الفطاحل دول قاعدين وهم عارفين إن ده بيشرب خمرة، وكل شوية بيتقام عليه الحد وبيجي يقعد جنب النبي، والنبي كان بيحبه عشان كان بيضحكه. عشان النبي مش معقد يا شرابيط يا انجاز، ولا هيمسك واحد عشان بيشرب خمره يقعد يقول له يا خمرجي يا غبي. ده لما واحد لعن سيدنا عبد الله قال لعنه الله ما يكاد يفتئ عن الخمر، يعني مش عارف يبطلها. النبي غضب اشد الغضب وقال لا تلعنوه فانه رجل يحب الله ورسوله. عشان هو ده الدين اللي بجد، دين ان انت بتعاير واحد على انه بيزني، ولا بتعاير واحد؟ طب والله العظيم ربك هيرحم اللي بيزني ده، وممكن يدخل اللي بيزني ده الجنة بلا عذاب ولا حساب، لأنه كبار زانيات بني إسرائيل دخلت النار مش عشان كانت الجنة مش عشان كانت بتصلي، ده كان عشان وهي مروحة لقت كلب بيلهث بعد ما شربت، فرجعت مخصوص في الحر عشان تجيب للكلب مية بس مش أكتر. يعني ما عرضتش نفسها لخطر إباحي ولا حاجة، بس لمجرد إن قلبها وروحها حية إن أبت إن تشوف الكلب. ما كان ممكن تقول أنا مستعجلة، أنا عايز أروح، أنا عندي مشوار، عندي شغل، عندي واحد هينام معايا دلوقتي وآخد فلوس. بس ومن جمال الإسلام إنه ما يحكيلكش الست دي مثلا، ما قالكش إنها تابت وأنابت وبقت تصلي، لا لا لا، ده هو قال غنية بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب. بس بعد ما شربت من البير وهي مروحة لقيته بيلهث هيموت. مش مثلا هي كانت هتموت فشربته فماتت هي فدخلت الجنة شهيدة، لا 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 لا، قصة عادية خالص. عشان تقول لك إن ربنا هو رب الياباني، يلا، ورب التايواني، ورب الصيني، ورب الماليزي، ورب الناس اللي يوم القيامة هتمسك في رقبتك عشان انت بتقول عليهم كفار وانت اصلا ما عندكش رسالة الاسلام، لانك لو عندك كانت بنت عليك يا ضغف. ده اندونيسيا كلها دخلت الاسلام بلا سيف. والسفلة اللي بيقول لك النبي نشر الاسلام بالسيف، النبي في عهده
في كل غزواته وسرياته اللي هو شارك فيها أو ما شاركش فيها أثناء حياته، مات منه ومن الكفار 600. يا اللي بتقتله 600 في يوم في رابعة وتفتح لسانك على النبي، حاجة عار. أنا يوم رابعة ده قسما بالله اتصلت بالشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات في مكالمة طويلة، وقال لي بعد كده إنه لسه لحد دلوقتي مش ناسيها. وفي يوم أنا كنت أصلا ساعتها بكلمه وبشتمه بقل أدبي، وأنا أصلا قليل الأدب وده حبيبي يعني، كده كده هو بيستحملني. وأي حد إماراتي ما تزعلش مني يا أخويا، أخويا الكبير مستحملني. والراجل ده بعد ما قلت أدبي عليه وشتمته بقلة أدب، يتصل بيا بعدها بشهور الشراميط بتوع الأمن بتوع مصر ولا حد فيهم يسأل عليا، وأنا بتحايل عليهم يكلموني والله العظيم بس يقول لي السلام عليكم، أنت بخير؟ قلت له أنت زعلان مني؟ قال لي لا والله أبدا، أزعل منك ليه؟ قلت له بعد كل اللي أنا عملته ده؟ قال لي أنت عملتش حاجة، اقعد ساكت. أنت كويس؟ قلت له والله العظيم بعد المكالمة دي بقيت كويس. قال لي مش عايز حاجة. فعادي، الراجل ده ناقل كس أمك يا ولاد الشرموطة. وأنا عارف وأنا بقول له كس أمك إن ممكن حد مش هو من مخابراتنا، الشيخ محمد بن زايد ده ما يقبلش إن حد يقول لأخوه كس أمك، لأن دي ناس عندها كرامة، وده أكيد عمر ما حد قالها له. وهو بعد المكالمة بيقول لي يا أخي أنا مش عارف أنا ليه عايزك أفضل أكلمك. قلت له يمكن عشان أنت محتاج حد يقول لك fuck you when you deserve a fuck you. وكان كل الخناقة علشان هو غلط غلطة بس، إنه حجز لي في فندق البعثة الإماراتية لما أنا كنت نفسي أقابله، فسافرت نيويورك مخصوص عشانه. وساعتها ما قعدتش معاه غير نص ساعة، واتبضنت إن أنا مسافر كل ده. بس الراجل أصلا بيقابل ناس كبيرة جدا في البلد، يعني اللي هو ممكن يبقى قبل وزير خارجية أمريكا، واللي مش عارف وزير خارجية الصين، فاهم اللي هو ده هو حطني في النص كده، مع إنها دي حاجة صداقة كده، بيحبني في الله معرفش. أنا ما كنتش ساعتها فاهم، ممكن دلوقتي بدأت أفهم شوية هو كان بيحبني ليه، عشان نضيف بس مش أكتر، عشان هو شافني نضيف، اتحطيت في تيست منه ولقاني نضيف، وأنا ما كنتش فاهم ده ايه، ده تيست ولا ايه. والراجل حبني عشان مخي نضيف، وعرض عليا يساعدني اعمل اي حاجه في البلد عندنا في السياسه. قلت له ولا اخد منك ولا مليم، مستحيل. والعيال بتوع تمرد الشراميط كانوا بياخدوا، لدرجه ان الجيش كان بيمسك حسابهم، يعني منيكه منيكه، خيانه. الرئيس سيبك انت، مرسي بالمناسبه يعني كان زباله وكل حاجه، بس كان راجل طيب، بس يعني عمل حاجات زباله، بس اللي هو ما نخونوش، ما نخونوش، لان احنا يعني الله يرحمه عزت ابو عوف، جميل عزت ابو عوف ده يا جماعه راجل جميل، الله يرحمه نفسي ايه ربنا يرحمه. انا كنت شايف زيه كده وقلت الكلام ده، بس يعني حد سمعني ساعتها. وطبعا شرميت الاخوان عشان انا وقتها خدت موقف محايد، اعتبروا ان انا كنت مع الانقلاب، بس انا مش مع الانقلاب، مش علشان انا عايز الاخوان، ده بالعكس. انا كنت اصلا قبل في شهر 3 يا شيخ الازهر يا معرس، يا اللي كنت سايب كل الخرا ده بيحصل حواليك. انا كنت في شهر 3 داخل عند اللواء العصار، لان كنت كاتب سلسله مقالات معلنه، وكان الاخوان ساعتها شادين السلخ عليا، كان بعد الاعلان الدستوري، بقول لابد من هدم مقر جماعه الاخوان المسلمين بالمقطم قانونا. ليه؟ لأن الجماعة دي لحد النهاردة برغم إن هم اللي في الحكم وهم اللي معاهم مجلس الشعب، فضل معاهم مجلس الشعب، ما وفقوش أوضاعهم، وداخلين يعملوا الدستور وما وفقوش أوضاعهم، وبيتكلموا على إن الجيش المفروض يعلن ميزانيته، في حين إن إحنا ما نعرفش أصلا هم بيجي لهم فلوس منين، وأنا عارف إن كان بيجي لهم فلوس من قطر، وأنا مش عبيط يعني، ممكن أقول لك بتفاصيل بس يعني ملوش لازمة. فاللي هو إيه، طيب أنت دلوقتي منصب نفسك دلوقتي ركبتونا بحزب العداله، يقول لك لا حزب الحريه والعداله بيعلن كل الفلوس بتاع، يا حبيبي انت هتتمنك عليا، لا ده ما هو كده. فانا حتى اكتب مقالات كده، وساعتها العيال بتوع انت عيل اخوانجي دول ولا الشراميط دول قعدوا يقولوا ساعتها ان انا بعمل كده عشان الاخوان ما ادونيش منصب. الشرموطه، منصب ايه يا ابن المزناك، انا شغال في جوجل يا ابن العرس مع اذكى ناس في العالم. ده انا لما شفت هشام قنديل صعب عليها حال البلد يعني، هو ما حبنيش،
كانوا عايزين ساعتها بيفكروا فيها وزير شباب، بس هو ما حبنيش وما قالوليش على فكره ان هم يفكروا في وزير شباب، قالوا لي الشباب دي عايز اقابلك عشان ياخد رايك في حاجات، بس ما عجبنيش ما عجبتوش. المهم يعني الحمد لله يعني الحمد لله معناه ان انا نضيف مخي نضيف. كنت اقصد يعني ان هو مع انا. فالمهم يعني فرحت اللي هو عصار، بقول له انا عايز استاذن حضرتك في حاجه، عشان ما كنتش ساعتها عايز ايه ابقى داخل اخبط في الجيش، لان انا تعبت خلاص من ايه تخبيطي في الجيش، لانه كان قله ادب. انا بحب الجيش بلدي على فكره انا يعني. جوز خالتي شهيد، وخالي عميد، وخالي التاني قبطان بحرية، وجوز خالتي عميد، وجوز خالتي التاني عميد. فيعني و- و- خالتي خالتي نادى الله يرحمها، اللي هي مرات خالي، قريبها كان مهم في المخابرات العامة. أنا مش خاين. المهم رحت اللي هو العصار، فبقول له احنا لازم نعمل. رحت اللي هو العصار قلت له لازم نعمل قلت له لازم نعمل، انا بعمل حملة ولازم تساعدونا. ما ينفعش الناس دي تشتغل بالطريقة دي، أو عايز يشتغل قانوني يبقى يكشف ورقه، لأن هو لو كشف ورقه هيتعب جامد. ليه؟ لأن اللي تحتيه هيشوف بلاوي سودا، هيشوف خيرات الشاطر بيلعب في ايه وعامل ايه وازاي خد فلوس لنفسه وكل الخرا ده. ان انا اعرف اخوان كتير مغيبين، عارف يقول لي ايه؟ يقول لي يا وائل انتوا كل شويه شغالين بالكوا عايزين ده وعايزين نعور في ده وعايز تعمل كده، نفسهم في الانتخابات، ما تقعدش تجابلهم. وقعد يقنعني في الكلام ده، فانا خرجت طبعا مبدون خلاص، فهمت ان مش هينفع خلاص، لانه بص لو الجيش مش موافق عليها مش هتحصل. ليه؟ الاعلام مش هيدوس. بس يا اخي سبحان الله، تلاقيها بعد شويه المخابرات